النهارده انا جايب لكم الرينج روفر الفوك. فتعالوا بقى نتفرج على العربيه دي ونعرف كل حاجه، او مش كل حاجه. انا هحاول اوريكم معظم الحاجات اللي موجوده في العربيه دي، لان العربيه دي فيها تفاصيل كتيره جدا، واعتقد من الصعب ان انا اعرف اجيب كل التفاصيل اللي فيها. يلا بينا. العربيه الله اكبر، حاجه حلوه قوي. العربيه فيها طبعا عتب بينزل تمام، والاوكر بتاعه البيبان بتطلع من البيبان كده. ده منظر الاضاءه بتاعتها من ورا. عربيه الله اكبر عليها. العربيه دي موديل 22. العربيه دي تمنها في لو انت رحت التوكيل عشان تجيبها تعمل لها حوالي 650 الف درهم. لكن اللي اكتشفته بقى ان هنا في الامارات ما يعني مش سهل ان انت تلاقيها تمام في التوكيل. فنظام حجز بقى وبتاع، وبتتباع باوفر برايس، ممكن يوصل لحوالي 800 مليون انت ونصيبك يعني. طيب دي الشنطه بتاعت العربيه. مبدئيا ده الريموت بتاعها اهو، بص بتنزل على جزئين اهي تمام. وادي شكل الشنطه. في هنا بقى تحكمات تمام، وهو ده الشكل العام بتاع الشنطه. منطقه التحكمات دي قصه، فتعالوا كده اقول لكم عباره عن ايه. بصوا شايفين التحكم ده؟ فدي الستاره تمام، فانت بتتحكم هنا علشان ترجع الستاره لورا كده، وبالتاني ده هتطلع برضو الستاره لقدام. ده بقى عشان تعملها على الاوتوماتيك على حسب بقى انت عايز ايه تمام. ده علشان ترفع العربيه. بصوا العربيه رفعت تمام. وده علشان تنزل العربيه، عشان لو معاك طبعا حاجه عايز تحطها في العربيه، فالعربيه بتوطلك علشان تعرف تحمل اللي انت عايزه. دول بقى علشان تقفل الكنبه اللي ورا او تفتحهم تاني. انا بفتحهم تاني اهو، بس كده. نقفل بقى الشنطه من هنا اهي. طيب تعالوا بقى نخش جوه العربيه. كل حاجه بتتفتح تمام. وده كده شكل الباب. اللون الجملي حلو قوي قوي قوي. الفرش مع الخشب مع الشاشه او الباده دي التاتش يعتبر تمام. ماتيريال كلها حاجه جميله جدا جدا جدا. شموع من جوه وجلد كروم. ده الكرسي تمام، كرسي برضو حلو، اللون بتاعه حلو جدا. دي الطاره بتاعت العربيه شكلها جميل قوي ولونين حلوه. التابلو برضو نفس الفكره، الماتيريال بتاعته كلها بالكامل من الجلد والكروم، فمفيش ماتيريال وحشه موجوده اكيد يعني. ادي الشاشه اللي موجوده بتاعت العدادات، والشاشه بتاعت الانفوتينمنت سيستم اللي موجود في العربيه. وهنا دول بتوع التكييف. وعندك هنا مساحه صغيره، هنا شاحن وايرلس والستارت والجير والميديا. وده اكيد خاص بالجريب كنترول، هنعرف دلوقتي تمام. في مساحه تانية هنا تخزين برضو، 2 كاب هولدر. وعندنا هنا برضو في تلاجة صغيرة برضو، الزرارين بتوعها هم. فتعالى بس ندور العربية كده، عشان ايه الفرن اللي احنا قاعدين فيه. الله اكبر، سامعين صوتها من هنا؟ سامعين صوتها؟ اللهم صل على النبي. طبعا كل حاجة هنا نورت، على اعتبار ان كل حاجة موجودة تاتش هنا تمام. من الحاجات الجميلة قوي اللي عجبتني في العربية التحكم بتاع التكييف تمام، والمروحة. بصوا في خليكم في واحدة، لان هي دي جميل كده. فدي حاجة حلوة قوي. بصوا دي مكتوب هنا بوش او بول
بمعنى ان دي ممكن تسحبها لبره فتغير الاوبشن اللي انت هتستعمله. تمام. تسحبها تاني فتغير الاوبشن اللي انت هتستعمله. جميل. فتسحبها تالت نفس القصه. تمام. ادوس بقى تاني عشان اتحكم في التسخين بتاع الكراسي. تمام. الف شمال لو انا عايز الكرسي يبقى ساقع، تمام، او يمين لو انا عايز الكرسي يبقى سخن. انا بقالي تقريبا ربع ساعه قاعد بدور على المروحه، التحكم بتاع المروحه اشغله ازاي. تمام. فانا كده ادي المروحه اهو، بشد البتاعه دي لبره وبقلل القوه بتاعه المروحه. وبرده من الحاجات المميزه قوي في العربيه دي، بصوا دي المرايه بتاعه الصالون. تمام اهي كده. تمام. لو انا عملتها كده فهي بتتحول لكاميرا خلفيه جايبالي رؤيه للمنظر اللي ورا. كده رجعت تاني مرايه عاديه جدا. فعجباني برضو الحركه دي. بصوا بقى هنا في التابلو بتاع العربيه في زرارين. تمام. لما بدوس على واحد فالدرج بيفتح، ولما بدوس على اللي فوق المنطقه دي برضو بتفتح علشان ما يبقاش في منطقه لاي اماكن تفتح منها يعني. فالزرارين دول معمولين عشان كده. بصوا انا يعني العربيه فعلا فيها شويه حاجات حلوه قوي. جميل. من ضمنها ان انت من الشاشه ممكن تتحكم في فتح وقفل الكنبه اللي ورا. بصوا، او ممكن بقى اكنسل القصه دي. تمام. واعمل انفولد اول فرجعوا تاني اهم. جميل. غير بقى عندك المساج بتاع الكرسيين اللي قدام. تمام. ودرجه الحراره بتاعه الكرسي والظهر. تمام. فانا طبعا لان الجو حر فانا قاعد قلت له اعملها لي على اسعى حاجه يعني. دي المنيو الرئيسيه بتاعه الشاشه. تمام. هنا النافيجيشن، الكراسي، التكييف. جميل. الكاميرات بتاعتها تعالوا كده نتفرج عليها. كاميرات 360 حوالين العربيه بالكامل. جميل. تحدد بقى الزاويه اللي انت عايز تجيب منها العربيه. من هنا ليها اكتر من زاويه تعرف تجيب بيها العربيه. الزوايا اللي احنا شفناها دي كلها لو انت على الاون رود، لكن تعالوا نشوف على الاوف رود عشان واضح ان هي ليها قصه تانية. بصوا جابت لك على العجله دي. تمام. الدنيا هنا عامله ازاي، وعلى العجله دي الدنيا عامله ازاي، وهنا قدام العربيه من تحت الموضوع اخباره ايه. الزرار ده بقى بصوا بيجيب لك بقى تقريبا يعني زي اللي تحت الاكسدامات عشان تبقى انت شايف الدنيا بتاعتك. تعالوا كده هوريكم الموضوع عامل ازاي على لما نيجي نمشي بيها. تمام. بصوا المنظر. غير بقى طبعا انت عندك النظام الاوتو بارك اهو. فهي بقى بتبدا تشوف بقى المنطقه اللي حواليها وتقول لك نركن فين، بس طبعا نظرا ان مفيش مكان فهي مش تقول لك حاجه. بس فبتقول لك انت عايز تروح شمال ولا عايز تروح يمين، تركن يمين ولا شمال يعني. برضو من الحاجات بما ان العربيه دي اوف رود. تمام. ففي عندك هنا مستوى الميه. تمام. فهنا انت بتقول العربيه ان خلي بالك الموضوع الميه، فهي بتقول لك ليفل الميه المفروض يبقى قد ايه. فاقصى ليفل بيكون تقريبا 0.77 متر. يعني متر الا ربع تقريبا يعني. دي اقصى مسافه تكون فيها ارتفاع الميه عن الارض يعني. تعالوا بقى نبص على الجريب كنترول الجميل ده. بصوا هنا دي بتطلع وبتختار منها مود السواقه اللي انت عايزه. تمام. ففي عندنا بقى على الشاشه في عندنا الديناميك، الايكو، الكومفورت. في ده بقى اللي هو لو هتمشي في عشب فيه تلج، وده اللي هو الطينه والكلام ده كله، وده الرمله. تمام. وده الروك الصخور، وده لو اعتقد فيها كميه ميه يعني. وده بقى لو انت عايز تعمل لك نظام جديد لوحدك يعني.
فبتعمل له كونفيجور وتظبط بقى كل حاجه تخصه من الشاشه. ده بقى كده لو انت اخترت الاوتوماتيك، يعني انت هنا بتلغي الاوتوماتيك وده هنا بيبقى الاوتوماتيك. شاشه العدادات بقى انت ممكن تغيرها باكتر من شكل. تمام، مبدئيا هو في هيد اب ديسبلاي بس مش عارف هيبان لكم ولا لا، المهم يعني فده بتحكم بتاع المنطقه اللي قدامنا دي. تمام، تختار المابه تبقى هي اللي موجوده كده، ولا يبقى المنظر بالشكل ده، او الشكل الثالث بقى اللي هو اللي كان موجود اللي هو فيه العدادات. وهنا بقى بتحدد انت عايز على الشمال يبقى فيه ايه بالظبط. تمام، وعلى اليمين برضو ايه اللي يبقى ظاهر بالظبط. ففي شويه حاجات لطيفه كده في الشاشه بتاعه العدادات، التحكمات بتاعتها. وده بقى الهيد اب ديسبلاي لو انت عايز تتحكم فيها، تشغلها اصلا ولا تقفلها، هي كده قفلت قدامي. والبرايتنس بقى والبوزيشن، وبتحتوي بقى على ايه المعلومات اللي انت عايزها تظهر عليها. ومن هنا عندك الفيكل سيتنج، اي حاجه بقى تخص العربيه، التاير بريشر مونيتورنج، الايرباج اللي قدام. تمام، نظام ال 4x4، اي حاجه انت عايزها بتعملها من الشاشه دي. لو جينا بقى نبص على المنطقه الخلفيه، في عندك هنا ستاره اهي، وبرده فرش البيبان، وعندك هنا شويه تحكمات خاصه بقى بالازاز. تمام، تحكم في انهي ازاز بالظبط، الشمال ولا اليمين. تمام، بتاعت اسف دي مش الازاز، دي الشماسه. تمام، فادي التحكم بتاع الازاز اهو. فانت ممكن تتحكم في الاثنين برضه اهو، التكه الثانيه علشان تقفل البتاعه دي، ودي علشان النور القرايه، ونور لو انت عايز نور اضاءه تاني، ودي بتاعه التحكم بتاع فتحه السقف اهو، التحكم بتاع فتحه السقف من البتاعه دي. تمام، وهنا لو انت عايز تعمل ميوت ومش عايز اي صوت في العربيه. تعالوا كده نركب ونخش. زي ما قلت لكم المنطقه دي دول بيتنوا كهرباء. وعندك هنا في كاب هولدر، في اسف ارمريست. تعالوا كده نتفرج عليه ونشوف فيه ايه. تمام، بس كده مفيهوش اي حاجه تانية. وفي عندك هنا التحكم بتاع التكييف للمنطقه اللي ورا، وبرده تقلل المروحه، ايه الصداع ده، تقلل قوه المروحه او تزودها بالنسبه لليمين والشمال. فلما العربيه دي 4 زون للتكييف، وكل زون ليها تحكم في درجه الحراره وقوه المروحه لوحده. وبرده في تحكم بالنسبه للكراسي، برضو تبريد وتسخين للكراسي اللي ورا. وادي العربيه اهي. تمام، من كل حته، وعربيه اللهم صل على النبي حاجه جميله وعربيه رائعه. طيب احنا كده نكون خلصنا شرح تقريبا معظم الحاجات اللي موجوده في الفوك اللي ورايا دي. جميل، يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون عرفت اشرح لكم كل حاجه. العربيه دي ايجار هنا في الامارات. تمام، موجوده في شركه RBM رينت كارز. تمام، كلموهم واسالوا على الاسعار. العربيه دي بتتاجر في اليوم بحوالي 3500 درهم، وممكن السعر يقل لو انت هتاخد فتره طويله. يلا، السلام عليكم.